اخر المقطع غادي نخليكم مع واحد الفيديو. اذا ما حسيتي بوالو راك فيك المشكل. كيقول الله سبحانه وتعالى: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. هذه الايه بالضبط طبقت على واحد الشخص. هذا الشخص من هولندا عمل الجهد ديالو كامل انه باش القران ما يكونش في هولندا، وصل حتى للمحكمه وكيرفع دعوه. انا طاحت عليه واحد الفكره، قال غادي يخترع شي حاجه اللي تكون العكس ديال القران ويحارب به. مزيان، غنعطيكم مثال ونزيد نشرح. مثلا شي واحد في كيك بوكسين ولا شي رياضه عنده المنافس ديالو، هذا المنافس ديالو باش يغلب هذا لازم يعرف نقطه الضعف د هذا. مزيان، هذا الشخص قبل ما يخترع شي كتاب ولا شي حاجه اللي يواجه بها القران مشى كيبحث في القران باش يشوف نقاط الضعف ديال القران ويعمل العكس ديالو يواجه الناس. ولكن اللي غريب انتهى به الامر مسلم. هادشي الله سبحانه وتعالى كيقول: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ما تقدروش فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. هذا اتقى الله. خليكم مع الفيديو. Die moet worden tegengegaan. Verzoekt de regerende islam zoveel mogelijk uit Nederland te bannen. En gaat over tot de orde van de dag. Islam is a lie. Islam is a danger. And in the end, I decided to write an anti-Islam book, which started as an anti-Islam book, changed into this search for God, and it ended up me becoming a Muslim.